السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى لنا يومين أو 3 أيام بنسمع عن أخبار كتير أوي تخُص وسام أبو علي. إحنا بنعِد طبعًا للموسم الجديد، والمفروض إن إحنا نبقى عارفين إنه في حد هيخُش تاني على الفرقة مدافعين، باك يمين، باك شمال. اتفاجئنا إنه في ناس بتتكلم إن في عروض لوسام أبو علي كذا عرض. إحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقُلنا النادي الأهلي متمسك باللاعب، ولكن ظهر بقى في الأُفق حاجة جديدة، وهو إنه في عرض جاي من الريان قيمته 8.000.000$ وإنه لاعب يعني موافق على الانتقال للدوري القطري مع الريان، ولكن النادي الأهلي هو اللي عنده رغبة إنه مش هنسيب وسام إلا لمّا يكون في مبلغ مالي معيّن يعني. الأهلي عايز 10.000.000$ لإنه نظرًا لقيمة الصفقة، وأنا عايز أعوّض واحد زي وسام. وسام طبعًا يعني غني عن التعريف، إحنا شُفناه كلّنا كأهلاوية، راجل مهاجم جوّه الصندوق كويس، بيلعب برجليه الاتنين، بيلعب ضربات رأس كويس، البنيان بتاعه ما شاء الله كويس، يعني جوّه الصندوق، برّه الصندوق بيستلم ويسلّم لزمايله برضه كويس جدًا، وبيتحرّك كويس وسريع. كل المواصفات اللي أنت عايزها في راس حربة قوي موجودة، بالإضافة كمان إن هو التصويبات بتاعته من الضربات الثابتة مميزة جدًا، وأحرز منها أهداف كتير أوي مع النادي الأهلي. فعشان أنا أسيب لعيب بهذه الإمكانيات لازمًا آخُد مقابل مادي كويس، فالأهلي متمسك ب10.000.000$. المفروض إنه دلوقتي في مندوب من الريان القطري تقريبًا موجود في القاهرة، وده خبر النهارده كان في الجول، كانوا هم اللي قالوا الخبر ده، إنه في حد موجود من الريان القطري في القاهرة بيحاول إن هو يخلّص القصة مع إدارة النادي الأهلي ومع الكابتن الخطيب. آآ فنقدر نقول إن هو بنسبة 80، 90% وسام خارج الأهلي. طيب الترشيحات اللي بتتكلم إنه في مصطفى محمد، الأهلي أعلن إنه ما فيش حاجة حتى الآن بخصوص مصطفى محمد، ما تفاوضوش معاه، لإن هم مش في دماغهم إن هم يتعاقدوا معاه دلوقتي، نظرًا لإنه موقف وسام لسه ما اتحسمش. كان في كلام من الأسبوع اللي فات أو من 10 أيام على اللاعب الفلسطيني أسد الحمراوي، ده برضه لعيب كويس وبيلعب في دوري في أوروبا برضه. الحقيقة إن هو لعيب كويس، ولكن يعني لسه الموضوع ما اتحسمش بشكل كبير، ولكن أنا أعتقد إن هو قريب جدًا من الحسم، لإنه نظرًا للمعطيات اللي إحنا شايفينها إن وسام خلاص هيخرج برّه الأهلي، فأنت هتحتاج تعوّضه بحد وأنت ما عندكش مكان في الأجانب، فهتضطر تتعاقد مع حد يكون فلسطيني، لإن إحنا بنعامل الجنسية الفلسطينية كإنه مصري، فما بيتقيدش إن هو أجنبي. الموضوع ده بيفكّرني بإنه ده زمان كان في لعيب في الإسماعيلي، يعني ممكن ناس كتير أوي من اللي بتتفرّج على الفيديو ده لو حد مكمّل لغاية دلوقتي معايا، كان في لعيب اسمه أوتاكا، جون أوتاكا، كان لعيب نيجيري وكان لعيب جامد أوي، أوي يعني. اللعيب ده لمّا جاله عرض من النادي الإسماعيلي، جاله عرض تقريبًا من إنجلترا، من الدوري الإنجليزي، ف الإسماعيلي خَد فيه مبلغ محترم جدًا يعني، لإنه بس هو كان مهاجم واعد جدًا، 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 عشان كده الإسماعيلي قدر يستفيد من الصفقة دي بشكل كبير، وخَد مبلغ محترم في الوقت ده يعني.